لسه جايه من بره واتفاجئت بكميه كومنتس على فيديوهات تالتة اعدادي. يا عبير الحقينا الترم التاني داخل واحنا مش مستعدين لا نفسيا ولا عارفين ازاي نبتدي الترم ده ونصلح من غلطاتنا ومش عارفين نعمل ايه. هوريكم كميه كومنتس بتتكتب لي حلوه قوي. حابه اشكر كل طلاب تالتة اعدادي اللي بتتابعني، وعايزه اقول لكم يا جماعه ان في ناس كانت معايا السنه اللي فاتت في تالتة اعدادي دلوقتي في ثانوي مبسوطين جدا، وفي ناس كمان كانت بتتابع فيديوهاتي من تالتة اعدادي وهي دلوقتي في ثانوي وداخله جامعه. بجد يا جماعه انا بعشق كل طلاب تالتة اعدادي لان انا بحسكم اخواتي، وكل ما هتكبروا كل ما تفضلوا فاكريني لان انتوا كنتوا بتتابعوني في فتره مهمه جدا من حياتكم. كده فيديو النهارده هيبقى فيه حاجات مهمه قوي قوي لو انت او انتي طالبه في تالتة اعدادي لازم تتبعيها الفتره دي، وده مش اختياري ده اجباري. صدقوني لما بقول لكم على حاجه اجباري بتبقى فعلا هتفرق معاكم. كده انا لسه جايه من بره وقررت ان انا اجي معاكم كده بكل هدوء واقول لكم ايه الحاجات اللي انا وقعت فيها ومش عايزاكم تقعوا فيها، واقول لكم كمان اخواتكم اللي قبلكم ايه الحاجات اللي فرقت معاهم. مبدئيا كده يا جماعه بس انا عايزاكم تصلوا على النبي وتكتبوا كومنت حلو كده تدعوا فيه دعوه حلوه ليكوا وتدعوا لاخواتكم وتدعوا كمان لطلاب ثالثه ثانوي، لان الفتره اللي جايه ان شاء الله هنعمل فيديوهات كمان لثالثه ثانوي. طيب خلونا بقى نبتدي بفيديو النهارده. يا عبير احنا لسه مش جاهزين الترم الثاني، والترم الثاني خلاص على الابواب، فاضل يومين ثلاثه وهنبتدي دراسه من يوم الاحد. نعمل ايه؟ الكلام ده يا جماعه ينطبق على كله، ولكن بالاخص ثالثه اعدادي بنركز عليهم لان انتوا شهاده. ودلوقتي بالنسبه لكم احنا الترم الاول يا اما كان حلو قوي بالنسبه لنا والحمد لله طلعنا مبسوطين من كل الامتحانات، يا اما كان وحش جدا بالنسبه لنا وحاسين ان احنا ضيعنا الترم الاول وعايزين نلم نفسنا في الترم الثاني، يا اما النوع المتوسط اللي هو على الله حكايته، يعني هو كان بيذاكر شويه وما بيذاكرش شويه وكان بيخرج من الامتحانات مش عارف هو عمل ايه، المهم ان الامتحان خلص وعدى. ايا يكن انت انهي نوع من الثلاثه دول فلازم تسمع الفيديو ده للاخر، لان في الاول وفي الاخر محدش هيخاف على مصلحتك غيرك. فانت لو كسلت انك تسمع الفيديو ده عمرك ما هتبقى مستعد للترم الثاني، وهترجع في اخر الترم تقول يا ريتني كنت بدات من الاول. لازم نبقى عارفين يا جماعه ان اي حاجه بدايتها غلط بتبقى نهايتها غلط. مش دايما المثال ده بينطبق، ولكن احنا دايما بنعمل اللي علينا. يعني انت لو من اول الترم يعني مركز ومذاكر ومصحصح وبتخلي بالك من النصائح اللي انا هقولك عليها، في اخر الترم هتبقى مبسوط جدا ومش هتبقى متوتر. ولكن لو انت بدأت البداية غلط وبدأت ان انت على مدار كمان الترم تبوظ الدنيا اكتر، وجيت في اخر الترم قلت انا عايز يا عبير الحقيني عايزك تقولي لي ازاي الم المنهج في يوم ويوم ونص، صدقني عمرك ما هتتساوى بالشخص اللي بيذاكر من اول الترم، او بمعنى اصح الشخص اللي ملتزم من اول الترم. في فرق ما بين انا اقولك ابتدي مذاكره من اول الترم، وفي فرق من ان انا اقولك التزم من اول الترم. التزم من اول الترم دي جواها حاجات كتيره جدا، زي اول حاجه ان انت ما تكسلش تروح الدروس، ما تكتش من الدروس، والكلام ده ينطبق للبنات والولاد. ابعدي عن صاحبتك اللي بتقولك مش لازم نروح الدرس ده وتعالي نروح مش عارفه نخرج فين، او تعالي نروح نتمشى او ناكل او نشرب او نسوي. ابعد عن صاحبك اللي بيقولك تعالي نروح البلاي ستيشن ونفكس للدرس ده وكده كده ايه المدرس ده اصلا على الله حكايته. اوعك تبتدي البدايه الغلط دي. بدايتك الغلط دي هتخليك بعد كده لما تيجي تروح للمدرس ده ممكن اصلا ما يقبلكش. دي اول حاجه. ممكن تبقى متاخر عن بقيه زمايلك فتحس ان انت مش فاهم حاجه اصلا من الدخول المتاخر ده. فخليك دايما عندك البدايه الصح دي. حط خطه، هات ورقه وقلم كده واكتب المواد اللي عليك برضو الترم الثاني، وابتدي قول انا هحضر درس كذا وكذا وكذا، لكن مثلا العربي انا شاطر فيه مش محتاجه احضر فيه درس. هل ده معناه ان احنا مش هنذاكر الماده عشان احنا شاطرين فيها؟ لا، هتبتدي تحط خطه، بس الخطه بتاعه العربي هتبقى اقل من الخطه مثلا بتاعه الانجليزي او العلوم او الماده اللي انت شايف انها صعبه. يعني مثلا احنا في اول الترم مش عايزين نضغط نفسنا بالمذاكره خالص، بس احنا هنخصص كل يوم في يومنا مذاكره. هديكم مثال، احنا يوميا بنصلي يعني الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، نفس الفكره. انت يوميا عندك في الاول مذاكره، حتى لو هتذاكر ساعه واحده بس مثلا من العربي، هتذاكر نص ساعه علوم، نص ساعه دراسات، هتاخد يعني نظره كده على ماده كمان. خلي يومك مليان ولكن باوقات صغيره، يعني ما تقعدش اليوم كله بتذاكر عربي، وخصوصا في الاول. يعني في اول الترم ما تمسكش ماده واحده وتسيب الباقي. عارف لو احنا في الاخر هقولك ممكن تخصص يوم واحد لكل ماده، بس في الاول انت بتبقى محتاج
يعني تحضر الدرس من هنا تذاكره من هنا، تيجي تاني يوم حضرت درس تاني تذاكر الدرس التاني وتراجع على الدرس الاولاني. ليه بقى؟ لان احنا في الاول لو راكمنا مثلا ذاكرنا ماده او مادتين وراكمنا بقيه المواد، هنيجي عند نقطه معينه احنا مذاكرين مواد قوي وفي مواد تانية واقعين فيها. ولكن لو احنا جينا من الاول بنخلص الدرس ده بنذاكره، ولو في حاجه احنا مش فاهمينها بنبتدي نسال المستر بتاعنا او المدرسه بتاعتنا ونقول لها احنا مش فاهمين ده، او نراجع عليه تاني، او نعمل حتى سيرش على يوتيوب، او نسال حد من صحابنا يشرحه لنا، احسن بكتير من ان انت تقعد تراكم الحاجات اللي انت مش فاهمها. تمام؟ ده من ناحيه الدروس والالتزام. مش لازم كل يوم تذاكر يعني اليوم كله، ولا لازم تذاكر حتى 3-4 ساعات، بس التزم انك تذاكر على الاقل من نص ساعه في اليوم الواحد للماده الواحده. طيب خلصنا يا عبير من نصايح المذاكره، نلتزم بايه تاني؟ نلتزم دايما بالصلاه، نلتزم دايما ان احنا بندعي. ما نجيش يا جماعه ليله الامتحان نصلي وندعي ربنا يكرمنا، لا، نلتزم في كل حاجه. نلتزم ان احنا نعمل اللي علينا في المذاكره، نعمل اللي علينا مع اهلنا، نعمل اللي علينا مع صحابنا، نعمل اللي علينا في كل حاجه حوالينا عشان ربنا يكرمنا. على فكره يا جماعه مش معنى ان حد مثلا ما بيذاكرش هي دي الحاجه الوحيده اللي هتخليه يفشل، لا. انت ممكن تبقى بتذاكر بس مثلا ما بتصليش، ما بتدعيش ربنا، ما بترضيش اهلك، فالحاجات دي غصب عنك تأثر على نفسيتك او تخليك تفشل. فعشان كده احنا دايما بنركز على نقطة ان احنا نبقى بنرضي كل العوامل اللي حوالينا وبنرضي نفسنا. واهم حاجة ده هينقلنا النصيحة اللي بعد كده، والنصيحة دي يا جماعة ما تقلش اهميه عن اي حاجه قلناها، ما تقلش اهميه عن المذاكره شخصيا، انك ترضي نفسك. لازم تبسط نفسك، لازم تخرجي، لازم تتبسطي، لازم يبقى عندك، بصوا زي ما بنقول وقت المذاكره مذاكره، فوقت اللعب والضحك والهزار ليه وقته. يعني انت لازم 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 يبقى عندك يوم في الاسبوع بتتبسط فيه، ايا يكن نوع الانبساط بالنسبه لك ايه. يعني في شخص بينبسط لما يقعد لوحده في البيت ويسمع مثلا فيلم او مسلسل، في نوع بينبسط لما بيخرج مع صحابه القريبين، في نوع بيتبسط لما بيروح يلعب بلاي ستيشن، في نوع بيتبسط لما مثلا بيلعب كوره بينزل ماتش كوره، في نوع تاني بيتبسط لما تنزل تعمل شوبينج او تتفرج على محلات الميك اب والهدوم. المهم انك تتبسطي، لازم يبقى عندك يوم انت بتتبسطي فيه، يوم بتاعك انت، اليوم ده بتاعك انت لوحدك، بتاعك مع اصحابك، المهم القرار قرارك. طيب لو احنا يا عبير اهالينا متشددين، احنا شايفين ان احنا لسه صغيرين، مش واخدين راحتنا، مش بنعرف نعمل اي حاجه، مش بنشتغل، معناش فلوس، نعمل ايه؟ مبدئيا يا جماعه الناس اصلا اللي في ثالثه اعدادي انتوا محتاجين من دلوقتي تبتدوا تفكروا انتوا بتحبوا ايه. لازم لو انت مش عارف نفسك تبتدي تكتشف نفسك. طب يا عبير اكتشف نفسي ازاي؟ هتلاقوا فيديوهات حلوه قوي 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 على قناتي التانية اللي هي اسمها ساعه لنفسك، هبقى دايما سايبه لكم الرابط بتاعها في الديسكريبشن بوكس. القناه دي فكرتها ان انا بعلمك ازاي تعتمد على نفسك من وانت صغير، بعلمك ازاي تبتدي مثلا تفكر ازاي الاقي شغفي، ازاي احط اهدافي، ازاي انجح في حياتي. كل الحاجات دي هتلاقوها في الشانل التانية. طيب يا عبير احنا دلوقتي زي ما قلنا اهالينا شداد، مش هنعرف نخرج، نعمل ايه؟ ابتدوا يا جماعة اتعلموا حاجة جديدة. انا عارفة ان الموضوع بالنسبة للناس هو ايه الرفاهية في ان انا اتعلم حاجة جديدة؟ لا، هي دي رفاهية. لو انت في حاجة معينة بتحبها زي مثلا الجيمنج، اتفرج على فيديوهات جيمنج عادي جدا. انت بتحبي الميك اب، نفسك في يوم من الايام تشتغلي في المجال ده، اتفرجي على فيديوهات ميك اب ارتست. طب انت مثلا بتحبي الطبخ، خشي اتفرجي على فيديوهات وخشي طبقيها في المطبخ. اعملي حاجه في اليوم البريك اتبسطي بيه. على فكره الانبساط مش في ان احنا نخرج بس، احنا ممكن نكتشف حاجات تبسطنا واحنا قاعدين في البيت. وده اللي انا كنت بعمله شخصيا، لان وانا في ثالثه اعدادي ما كنتش بخرج، وكمان الموضوع كان صعب عندي. بجد بجد انا هبقى حاسه باي حد مر بالحوار ده او مر بالتجربه دي. فانت دلوقتي اللي عليك ان انت على زي ما هتذاكر وزي ما هتنتظم وهتصلي وهتدعي وهترضي اهلك وهترضي صحابك، لازم يبقى عندك وقت لنفسك. تمام؟ نخش بقى في النصيحه اللي بعد كده، وهي نصيحه عن تجربتي الشخصيه يا جماعه، وهي ان احنا نقلل الاكل اللي من بره. يعني لو انت متعوده تاكلي من بره كتير واهلك مدلعينك، خفي الموضوع ده شويه. ليه؟ ده هيأثر على حاجات كتير جدا فيما بعد، هيخليكي اصلا ما بتقدريش تاكلي البيت. يعني تقدري تاكلي البيت ازاي؟ مش هيخليكي تقدري تاكلي من اكل البيت الطبيعي، الاكل الصحي، الاكل اللي بيفيد جسمك، الاكل اللي انت محتاجاه علشان تقدري تكوني
تكوني اقوى واحسن وتقدري تكوني يعني صحتك كويسه من الاخر. حاولي تخلي ان الاكل او الفاست فود، الاكل من بره، يكون يعني يوم في الاسبوع، يوم البريك، يوم الويك اند بتاعك، يبقى يوم بقى في الشهر. كل ما تقدري تبعدي المسافه كل ما يبقى احسن. انا واحده يا جماعه كنت بفطر من بره وبتغدى من بره وبتعشى من بره وبشرب كل يوم كافيين والشاي بقى، واديله نسكافيه واديله قهوه، كميه حاجات مضره. وصلت عند مرحله يا جماعه انا زهقت من اكل بره، لان اكل بره عامه يا جماعه هتوصلوا عند مرحله هتلاقوا ان هو بيتزهق منه، وهتوصلوا عند مرحله ان انتوا مش عارفين تاكلوا اكل البيت. فحاولوا دايما تتعودوا، لو انت مثلا في اكل البيت ما بتحبيهوش، اتعلمي طبخات واطبخيها انت في البيت. حتى لو هتشتري الحاجات دي من بره وتعمليها انت، هيبقى احسن بكتير من انك تعودي نفسك تاكلي من بره. حاولي يومك يبقى فيه خضار او فواكه، حتى لو مش يومك، عشان انا عارفه الناس اللي زي اللي هي ما بتدخلش في يومها اصلا خضار او فواكه بيبقى الموضوع صعب. حاولي يكون تدريجيا 2-3 في الاسبوع، بعد كده يبقى اكتر من 2-3 وهكذا. الاكل الصحي مهم جدا، المكسرات مهمه جدا، اعملي عصاير فريش، اعملي حاجات وصفات كده، حتى في وصفات ترند بتبقى حلوه قوي وصحيه جدا. النصيحه اللي حابه اقولها بعد كده وهي بطلي او بطل تقارن نفسك بصحابك. النصيحه دي مهمه جدا، بغض النظر بقى انت كنت في ثالثه اعدادي او سنك ايه، ولكن انا بخصص الكلام ده لثالثه اعدادي لان ده اكتر سن حرفيا بيقعد يقارن نفسه باللي حواليه. وصاحبي ده جاب مجموع احسن مني، وصاحبي ده عيلته بتعامله احسن مني، وصاحبتي دي بتجيب كل اللي هي عايزاه، وصاحبتي، وتقعدي بقى تقارني نفسك وتاخدي تشيلي في نفسك، مع انك مش عارفه اللي هي مبسوطه بيه ده هي قصاده ايه سلبي في حياتها. يعني ممكن هي يبقى عندها حاجات انت مش شايفاها وحشه، انت باصه بس على الحاجه اللي ناقصه عندك. فبطلوا تقارنوا نفسكم بحد، كل واحد فيكم عنده حاجه والتاني مش عنده الحاجه دي. طبعا هبقى اعمل لكم فيديو مخصوص بس بنتكلم فيه في الموضوع ده لو انتوا حابين. ولكن السن ده يا جماعه انا طبعا ده مش بقلل منكم خالص، انتوا زي اخواتي وانا زيكم مريت بالفتره دي، بس انا بديكم يعني نظرة مستقبلية وبقول لكم ان انتوا هتيجوا قدام من كتر ما انتوا بتقارنوا نفسكم بغيركم وبتقارنوا غيركم بيكم، هتلاقوا نفسكم وصلتوا عند مرحلة لا بتحبوا حياتكم ولا بتحبوا نفسكم، دايما باصين على ايد يعني على الحاجات اللي في ايد غيركم، وده شيء مش مريح تماما لا نفسيا ليك ولا حتى مع الوقت هتقدر تطور من نفسك، لانك هتبقى شايف طول ما انت بتطور من نفسك ففي اعلى منك. لا، قارن نفسك بنفسك. يعني انت الترم الاول ما عملتش كويس، اعمل الترم التاني كويس. تمام؟ دي النصايح اللي انا كنت حابه اقولها لكم في فيديو النهارده، وصدقوني لو ابتديتوا تعملوا باللي انا قلت لكم عليه هتيجي في نص الترم ده وهتدعوا لي وهتتبسطوا وهتخلصوا المنهج بدري قبل كل اصحابكم. واي حد يعرف حد طالب في ثالثه اعدادي يبعت له الفيديو ده، يعني الدال على الخير كفاعله. فطبعا لو انت ساعدت صاحبك او ساعدتي صاحبتك او زميلك او زميلك بجد هتبقى يعني عملت معاه خير. طبعا زي ما قلت لكم اي حد عنده اي كومنت يكتب لي، وانا كده بشوف كومنتاتكم كلها وبطلع ارد عليكم في فيديو. اشوفكم باذن الله الفيديو اللي جاي، ويلا باي.